السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي سنستعرض أخطاء الفنانين في الأفلام والمسلسلات أن ما يقولونه هو من القرآن وهو لا يمت للقرآن بصلة. في فيلم زوج تحت الطلب بطولة عادل إمام، الفنان عثمان عبد المنعم يقول: قال الله تعالى إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، وهو ليس من القرآن. والحلال ما هو الطلاق حلال ولكنه بغيض عند الله. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. صدق الله العظيم. في فيلم بنات الليل بطولة مديحة يسري وحسين رياض، يقول حسين رياض: قال الله تعالى الجنة تحت أقدام الأمهات، وهو ليس من القرآن. يا هانم، قال الله تعالى في كتابه العزيز: الجنة تحت أقدام الأمهات، وده في حد ذاته أعظم تكريم للأم. يقول الفنان محمود مرسي في مسلسل أبو العلا البشري قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به، وقوله إن الله يغفر الذنوب جميعا ولو كانت مثل زبد البحر، وهي ليست من القرآن. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به. ويقول كمان: إن الله يغفر الذنوب جميعا ولو كانت مثل زبد البحر. صدق الله العظيم. تحياتي.